انتهت فترة الانتظار الطويلة بالنسبة لشعوب أوروبا. زالت فترة التوتر والخوف والقلق. تسارعت خطى الزمن في السنوات الأخيرة وسارت بالقارة فوق جولة من المشاعر. عام 38 كانت بريطانيا تخشى الحرب، وزعت كمامات الغاز واستدعت قوات الاحتياط، فيما دفع هتلر بالقارة نحو حافة الصراع، حيث طالب بضم الأقلية الألمانية في تشيكوسلوفاكيا الألمان السوديت إلى ألمانيا العظمى. التقت الديمقراطيات البريطانية والفرنسية بالديكتاتوريات في ميونخ في أول مؤتمر قمة حديث، والنتيجة تسوية فرضت على الدولة التشيكية تمنح هتلر كل رغباته. ابتهج سكان أوروبا بالأخبار معتقدين بأنه اتفق على نظام جديد يضمن سلاما دائما مع التزام القوى العظمى بإجراء المفاوضات بدل الحرب. اعتقدت القارة بأنه لم يعد لهتلر أي مطالب أخرى، وانضمت أراضي السوديت إلى الرايخ. أوهام النجاح هذه تحطمت خلال أشهر. تقسمت بقية تشيكوسلوفاكيا إلى عدة أجزاء، قسمت فيما بين الدول المجاورة وفق تخطيطات ألمانيا. الآن ركز النازيون أطماعهم تجاه بولندا، مطالبين باستعادة الأراضي الألمانية التي منحت للبولنديين بعد الحرب العالمية الأولى. هذه المطالب كانت تخفي أطماعا توسعية ألمانية تجاه الشرق لا نهاية لها. إنها نتاج الأيديولوجية النازية المتعطشة للأرض، حيث استولت على أراضي الشعب السلوفاكي. لم يكن هناك مجال للتسوية أو التهدئة، وعلى العكس من التشيكيين رفض البولنديون الرضوخ لمطالب هتلر. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا في التحالف مع بولندا. آخر عملية ربط للطرق التي تؤدي إلى الحرب قام بها جوزيف ستالين. تحالف القائد السوفيتي مع هتلر، وهذه الصفقة تمنح هتلر مطلق الحرية في تدمير بولندا، ويكافئ الشيوعيون بمنحهم نصف بولندا بدفع حدودهم نحو الغرب. خلال بضعة أسابيع تمزقت الدولة البولندية ودمرت. جزء منها ضم إلى الرايخ الألماني، والأجزاء الأخرى خضعت للاحتلال النازي أو الشيوعي. وقف الحلفاء عاجزين أمام اجتياح الدولة التي وعدوا بنجدتها، وقامت الجيوش الحديثة الآلية المدرعة باكتساح الجنود البولنديين المشاة والخيالة. ثم لا شيء. بعد عدة أسابيع من القتال الشرس خيم الهدوء ثانية على القارة. الفترة التي أعقبت دمار بولندا خلال 5 أسابيع فقط كانت ملتهبة، وسميت بالحرب الزائفة، الحرب التي لم تجري حقيقة. Imagine me in the Maginot Line, sitting on the mine in the Maginot Line. Now it's turned out nice again, the army life is fine. French girls make... أطلق هذا التعبير في الولايات المتحدة. تحدث البريطانيون عن حرب البور وحرب الشفق. الفرنسيون اسموها بلادرول دوغير، وفي ألمانيا لقبوها بالسيتس كريغ. أكدت فرنسا وبريطانيا الديمقراطيتان على قرارهما بالتخلي عن سياسة التهدئة واحترام التزامهما بنجدة بولندا، لكنهما فعلتا القليل لمساعدة بولندا بأي وسيلة مادية، مما قد يؤدي إلى مساعدة البولنديين بشكل غير مباشر بلفت أنظار هتلر. رؤية قائد القوات الفرنسية جاميلان للحرب كانت في الدفاع عن فرنسا ورد أي عدوان ألماني. انتشرت هذه العقلية بين أفراد الجيش الفرنسي. لم تجد هناك محاولات المدفعية الفرنسية الثقيلة لقصف البلدان الصناعية الألمانية التي كانت ضمن المدى.
كانت هناك هجمات صغيرة داخل ألمانيا، وعندما وصل الفرنسيون إلى خط زيغفريد والذي كان تحصينات ألمانية موازية لخط ماجنال توقفوا. هذا الجمود والانتظار السلبي أحبط معنويات وإرادة الجيش الفرنسي، أحبط معنويات آلاف الجنود الاحتياط الذين استدعوا من حياتهم المدنية. أظهرت بريطانيا هي الأخرى ترددا في مواجهة هتلر. بريطانيا خاصة كانت تخشى الغارات الجوية. رفض اقتراح سلاح الجو الملكي بإحراق الغابة السوداء في ألمانيا، حيث حظر قصف مصانع الأسلحة الألمانية لاعتباره اعتداء على ممتلكات خاصة. كان هناك اقتراح لتشرشل بتلغيم الأنهار الألمانية الشرايين المهمة لاقتصاد الرايخ، لكن رفض البريطانيون والفرنسيون ذلك خشية عمليات انتقامية مماثلة. لم يقتل أول جندي بريطاني قبل ديسمبر عام 39 على النقيض مما حدث في الحرب العالمية الأولى، حيث قتل 50,000 جندي في مثل ذلك الوقت. لا عجب أن الحرب بدت زائفة. روح التصميم والعزم التي اكتسحت الدول الديمقراطية عندما اندلعت الحرب بدأت تخبو تدريجيا. تلاشت الرغبة في مقاومة هجوم فجائي متوقع وتحولت إلى الضجر. عمليات التعتيم وحصص الطعام وإجلاء الأطفال بعيدا عن منازلهم وإغلاق أماكن الترفيه أصبحت كلها إزعاجات. قوانين الطوارئ العديدة التي صدرت في الأشهر الأولى من الحرب فرضت قيودا وتدخلات في حياة الناس اليومية، بحيث أصبحت بلا فائدة أو جدوى. لم تكن سلبية الحلفاء هي فقط التي خلفت الحرب الزائفة، ولم يستعجل الألمان تصعيد وتيرة الحرب. أرادوا استيعاب ما احتلوه في بولندا. بعض الجنرالات الألمان اعتقدوا بأن الجيش لم يستعد للحرب بعد. أملوا كالفرنسيين والبريطانيين بتلاشي الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية إذا لم يزعج أحد الجانبين الآخر. ربما يكون هناك سبب آخر للحرب المزيفة، وهو حقيقة أن الطقس خلال ذلك الشتاء كان قاسيا للغاية. كانت الحرب تبدو حقيقة فوق المحيطات فقط ولم تكن زائفة. كانت استراتيجية البحرية الألمانية في مهاجمة سفن العدو استخدام الغارات الجوية وقوارب يو. في آخر أسابيع فترة السلم تسللت أعداد هائلة من السفن من الموانئ الألمانية واختفت في المحيط الشاسع. أطلق أسطول قوارب يو في البحر واتخذ أماكنه في المحيط الأطلسي. مع اندلاع الحرب بدأت الهجمات السريعة على السفن التجارية والصدامات بين القوات البحرية. كان مرسى سكابا فلو في جزيرة أوركيني البريطانية في أقصى الشمال يستخدمه الأسطول البريطاني محاولا إغلاق بحر الشمال. ليلة 13 من أكتوبر دخل قارب يو ألماني المرسى وأطلق التوربيدات على السفينة الحربية البريطانية رويال أوك، والتي غرقت وقتل فيها 833 بحارا بريطانيا. في هذه الحرب أصبحت قوارب يو وحاملات الطائرات السلاح المسيطر في الحرب البحرية، لكن المواجهات الأولى كانت بين السفن على السطح. بنت ألمانيا أسطولا من السفن الكبيرة والمصممة للرحلات الطويلة في المحيطات لإغراق وتدمير السفن التجارية. إحدى هذه السفن الحربية هي الأدميرال جراف سبي. أغرقت سفن الحلفاء في المحيط الهندي وقبالة شاطئ أمريكا الجنوبية، واشتبكت في معركة ضد القوات البريطانية وتفوقت عليها. مشاكل المحركات أجبرت جراف سبي على الالتجاء إلى ميناء مونتيفيديو في الأوروغواي المحايدة. لجأت البحرية البريطانية إلى استخدام إشارات مزيفة لإقناع الألمان بوجود أسطول بريطاني ضخم يحتشد فوق الأفق. اختار الألمان إغراق جراف سبي. قدمت المواجهة إلى الشعب البريطاني بكونها انتصارا مظفرا.
كانت السفينة جرافس بي أسرت العديد من البريطانيين ونقلتهم إلى سفينة التزويد أولتمارك التي حشدت قبالة شواطئ النرويج والتجأت إلى المياه النرويجية المحايدة. اقتحم فريق من سلاح البحرية البريطاني أولتمارك حيث خرق البريطانيون حيادية النرويج وأنقذوا السجناء. تعلمت بريطانيا بعض الدروس من الحرب العالمية الأولى، وأرسلت قوافل السفن لمواجهة هجمات الغواصات، آخذة في الحسبان كل ما يلزم للمساندة. ولكون تشرشل أول لورد أدميرال بريطاني مسؤول عن البحرية البريطانية فقد أظهر طبيعته المتوحشة، أصر على أن الإجراءات الدفاعية لم تكن كافية، وطالب بإرسال دوريات بحث وتدمير ضد الغواصات. كان ذلك مخالفا للنصائح التي قدمت له، وأثبتت بأنها طريقة سيئة للتعامل مع الغواصات. رفضت تشرشل نصائح الأدميرالات. النتيجة كانت غرق حاملة الطائرات البريطانية كوريجاس وتعريض حاملة أخرى للتدمير. كانت الحرب تجري على اليابسة في أوروبا في غابات فنلندا. الصراع العالمي والذي أصبح الحرب العالمية الثانية كان بطرق عدة عددا من الحروب الصغيرة التي اندلعت في نفس الوقت وتصاعدت معا. أحد هذه الصراعات كان يجري بين فنلندا والاتحاد السوفيتي. القتال الذي اندلع نهاية نوفمبر عام 39 نتج عن الحلف النازي السوفيتي، والذي طالب السالم فيه بأن تصبح فنلندا جزءا من السيطرة الروسية. بدأ القتال بعد أن رفضت فنلندا مطالب السالم بأن تنتقل جبهتهم المشتركة إلى فنلندا وأن تمنح الجزر الفنلندية إلى الاتحاد السوفيتي. كان الروس يخشون الغزو وأرادوا دفع حدودهم أبعد باتجاه الغرب كما فعلوا مع بولندا. كان السالم مستعدا للوصول إلى تسوية، لكن الفنلنديين رأوا في الاتحاد السوفيتي عدوا شرسا، واعتقدوا بأن أي تنازلات ستزيد المطالب السوفيتية. هاجمت القوات الروسية فنلندا على امتداد الحدود. قام الاتحاد السوفيتي بعملية غزو كاملة لفنلندا. قيل للجنود الروس بأن العمال الفنلنديين سيرحبون بهم لأنهم سيحررونه من الرأسمالية. كان الجيش الفنلندي صغيرا ومجهزا بشكل سيء في المجالات كافة، لكن قواته كانت مدربة تدريبا مكثفا، مدربا على القتال في الغابات الكثيفة في الصيف وفي أعماق الثلوج الشتوية. والأكثر من ذلك أن الجنود الفنلنديين كانوا مشحونين بالوطنية. كان الروس يتفوقون بالعدد على الفنلنديين بأكثر من 150%، وقد تخيلوا تقدما سهلا، لكن الفنلنديين استوعبوا الهجمات المتكررة، بالإضافة إلى أن تفوق القوات الجوية الروسية كان بلا فائدة بسبب أيام الشتاء القطبي والطقس السيء. بدت الدبابات الروسية عاجزة أمام الأسلحة البسيطة المبتدعة، قنابل المولوتوف، وهي زجاجات مليئة بالبنزين والغاز تلقى على محركات الدبابات وتشعل فيها النيران. كانت التكتيكات الروسية متخلفة، مما أدى إلى فصل الدبابات عن المدفعية. كانت المدرعات الروسية تطارد وتدمر بين الغابات بالمدفعية الفنلندية المحمولة على الزلاجات. حاول الروس اجتياح الفنلنديين بتفوقهم العددي، استخدموا الهجمات البشرية المكثفة. كانت النتيجة إبادة الجنود بالمدافع الرشاشة. طوال فترة الحرب الفنلندية وخلال المراحل الأولى من القتال مع ألمانيا النازية فيما بعد، قسم ظهر القوات الروسية بسبب تعرض قيادتها العليا للمذابح في عمليات التطهير التي قام بها ستالين. دمر الدكتاتور الشيوعي قيادة جيوشه بسبب عقدة الخوف من المؤامرات والخطط الانقلابية. ما لا يمكن تصديقه هو أن القوات الروسية لم تمتلك المهارات ولا ملابس تمويه بيضاء للبقاء في الشتاء، وتجمدوا حتى الموت لعدم وجود ملابس شتوية.
لجأت فنلندا إلى عصبة الأمم، وفي آخر تدخل رئيسي لها في الشؤون الدولية أثبتت عصبة الأمم عجزها في منع وقوع الحرب. طرد الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم، وتم حث الدول الأعضاء لمساندة فنلندا. وبمساندة ألمانيا للاتحاد السوفيتي، فإن أي مساعدة يقدمها العالم لفنلندا وجب مرورها عبر النرويج، لذا كانت تلك الطريق طريق السلاحف، وكان على الفنلنديين القتال دون مساعدة. مع انتهاء عام 39 وقدوم عام 40 تحول الفنلنديون إلى الهجوم المعاكس، وفازوا في انتصارات مذهلة على السوفييت، واستسلمت كتائب مدفعية شيوعية كاملة، واستولي على أعداد هائلة من الأسلحة الثقيلة التي وجهت ضد الروس. انتصارات الفنلنديين أجبرت الروس على الجلوس على طاولة المفاوضات، وجعلت الفنلنديين يعتقدون أيضا بإمكانية النصر الكامل، وقادهم ذلك إلى الضغط على الاتحاد السوفيتي. هذه النجاحات التكتيكية كانت أوهاما من الناحية الاستراتيجية، حيث سحقت فنلندا على المدى الطويل بسبب ثقل حجم قوات جارتها الروسية. خطط بريطانيا وفرنسا لنجدة فنلندا كانت مجرد تشجيع زائف، وعلى أرض الواقع هدفت الخطط للاستيلاء على مخزون الحديد الخام للسويد المحايدة، وأدرك الفنلنديون بأن ذلك لم يكن عرضا جديا ينفذه البريطانيون والفرنسيون حقا. في هذه الأثناء ومع استمرار المفاوضات، أعاد الجيش الروسي تنظيم صفوفه ونفذ هجمات أقوى. لم يتحمل الجيش الفنلندي المزيد وتهاوى في النهاية. في بداية مارس عام 40 وقع الفنلنديون على هدنة مع السوفييت في موسكو. كان بإمكان الاتحاد السوفيتي الحصول على انتصار شامل واحتلال فنلندا بأكملها وتنصيب حكومة شيوعية تابعة، لكنهم لم يفعلوا. احتلوا بعض الأراضي أكثر مما طالبوا في البداية، لكنهم أبقوا على المؤسسات الديمقراطية الفنلندية ومعظم أراضيها سليمة، ربما بسبب أن الاتحاد السوفيتي تحاشى الدخول في حرب مع بريطانيا وفرنسا للحصول على حرية التفاوض على أوروبا الجديدة. في قتاله مع فنلندا خسر الاتحاد السوفيتي 100,000 رجل مقابل 25,000 فنلندي. خسر الجيش الأحمر مصداقيته، وتجاهل العالم انتصاره النهائي. هذه الحرب دفعت فنلندا، والتي كانت دولة ديمقراطية وحليفا طبيعيا لفرنسا وبريطانيا، إلى أحضان هتلر. وبمجرد التوقيع على السلام بين روسيا وفنلندا، تقدم النازيون سرا نحو فنلندا، حيث رأت ألمانيا بأن فنلندا كانت حليفة في الصراع النهائي القادم، الحرب المصيرية لتدمير الاتحاد السوفيتي. زودت ألمانيا فنلندا بالمعدات الحديثة، وأعاد الفنلنديون بناء جيش حديث، وخططوا للانتقام من روسيا. جيوش عام 39 التي أخذت مكانها في شمال فرنسا شكلت طريقة لخوض الحرب. العلاقة بين القوات المسلحة والمجتمع ما زالت بعيدة حتى اليوم. القوات البريطانية التي نقلت ببطء ووحدة عبر القناة إلى حقول شمال فرنسا جاءت باسم قوة البعثة البريطانية. انطلقت تحت نفس التسمية التي عرفت فيها في الحرب العالمية الأولى. كانت تشبه جيش عام 18 في أكثر من التسمية، في الشكل والعقلية، في الفلسفة، في الإطار العقلي لكبار الضباط. كانت حربا مميزة لتحقيق الفوز عام 18. حقائق التاريخ العسكري تعد الجيوش المظفرة لحربها القادمة بتوقع تكرار التاريخ لنفسه. إحدى العمليات الأولى التي قام بها الجيش هي بناء الخنادق، المواقع الدفاعية، والتي سيطرت على القتال قبل 20 عاما. في الشهر الذي أعقب اندلاع الحرب كانت القوات البريطانية تتكون من 15,000 رجل، ودفعت القوات بين صفوف الجيش الفرنسي على امتداد الحدود البلجيكية بقيادة الجنرالات الفرنسيين. بالإضافة إلى ذلك شكل سلاح الجو البريطاني بعثة جوية
كانت تتألف من 10,000 رجل و12 سربا من الطائرات. كانت قوة البعثة البريطانية حديثة، كانت قوات آلية، وكان الجنود يتنقلون على الشاحنات وليس سيرا على الأقدام. أما مدفعيتها الثقيلة فكانت آلية ولم تكن تجر بالخيول. لكن قوة البعثة البريطانية لم تكن قوة هجومية بإمكانها نقل الحرب إلى ألمانيا، كانت قوتها موزعة، لم تكن متمركزة في وحدات مدرعة متخصصة مثل الجيش الألماني في بولندا. كانت تنقصها وسائل الاتصال الكافية، وكان تدريبها قليلا وسلاحها الجوي ضعيفا لا يستطيع تقديم أي دعم للجيش. الشتاء حفرت قوة البعثة البريطانية الخنادق وبدأت بالتدريبات وانتظرت ما سيحدث. في ربيع عام 40 تم تدعيم قوة البعثة البريطانية بوحدات أرضية، جنود احتياط بدوام جزئي بدأت أعدادها تقترب من 400,000 جندي، لكن نصفهم كان عمالا لديهم خبرة عسكرية قليلة ولم تكن معداتهم كافية. التزمت قوة البعثة البريطانية بالنمط التقليدي والذي تتوقعه بريطانيا من جنودها. كان الجيش البريطاني صغيرا ويمارس دور الشرطي في بلدات حضارتها أقل تطورا من الناحية الفنية ضمن الإمبراطورية البريطانية، وكان بإمكان عدد صغير من الجنود بأسلحتهم المتطورة السيطرة على أعداد كبيرة من السكان. الجنود الذين كانوا يشكلون هذا الجيش كانوا محترفين، كانت الجندية مهنة لهم أكثر منها واجبا وطنيا. كانت الدبابات إحدى الاختراعات المذهلة في الحرب العالمية الأولى. كانت تطورت من التراكتورات الزراعية كعربات مدرعة لعبور مستنقعات الأراضي تحت وابل نيران المدافع الرشاشة، والتي جعلت الهجمات التقليدية بالحراب والخيالة والسيوف معارك تشهد العديد من القتلى. لعبت الدبابات دورا مهما في الانتصارات البريطانية عام 18، ولكن في خضم المعارك فإن قراءة قدرات أي سلاح تحتاج قفزة في الخيال كانت في غاية الصعوبة بسبب انتصار الحلفاء. كانت قوة البعثة البريطانية جيشا تقليديا أضاف فقط الدبابات للتشكيلات العادية. التفكير الذي وجه قوة البعثة البريطانية كان نتاج جدل حاد بين الحروب حول ما يمكن أن تفعله الدبابة. أما الذين كانوا إلى جانب التشكيلات المدرعة كما كانت تفعل ألمانيا تعرضوا للهزيمة، لذا كانت قوة البعثة البريطانية جيشا كان المشاة يحاربون فيه على الأقدام، وكانت تجر المدافع إلى ساحة القتال وتركز للقصف المدفعي، وكان سلاح الفرسان يستخدم عربات بدروع خفيفة تقوم بدور الفرسان أو الخيالة في مطاردة المشاة المهزومين. كانت الدبابات مربوطة بالمشاة لتتيح للجنود عبور الأراضي المحرمة. كان الجيش البريطاني صغيرا ومحترفا تقليديا، وكان لدى فرنسا علاقة مختلفة بين الجندي والدولة. إنها الصورة التقليدية للمواطن الذي يحمل سلاحه والتي تعود إلى أيام الثورة الفرنسية، وبكونها قوة أوروبية دولية لها حدود متاخمة لجيران عدوانيين، فقد احتفظت فرنسا دوما بجيش كبير يعتمد على التجنيد الإجباري والخدمة الوطنية والواجب تجاه الدولة. مرة أخرى عام 39 استدعي الجيش وتم حشد الاحتياط. كانت قوة هائلة من 3 ملايين جندي اصطفوا إلى جانب الجيش البريطاني، ولجمع هذا الجيش الهائل كان على فرنسا الاعتماد على أجيال الشباب الذين يقضون فترة الخدمة الإلزامية. ارتدى معظم جنود الاحتياط هؤلاء البزات العسكرية بعد تدريبات لسنة واحدة فقط، مقارنة مع 10 أو 5 سنوات في السابق. من ناحية التفكير العسكري
فشل الفرنسيون في تعلم الدروس من الحرب العالمية الأولى كالبريطانيين. كانت أعداد الدبابات الفرنسية تزيد عن 3000، نفس عدد تلك التي في الجيش الألماني، وكانت نوعيتها الفنية عالية، لكنها كانت مصممة لمرافقة المشاة وليس للعمل كقوة ضاربة مستقلة. كان الجيش مدربا تدريبا فقيرا، لم تكن فرنسا تستطيع تحمل الكلفة الاقتصادية لتزويد هذه القوة الهائلة بوسائل نقل آلية. كان يجر معظم المدافع الفرنسية بالخيول. كان المشاة يمشون على الأقدام نحو ساحة القتال. كانت الأوامر تنقل بالرسل وليس بالراديو أو الهواتف. لكن الأمة التي انطلقت نحو الحرب كانت واثقة من النصر. الاستطلاع العام للمواطنين الذين ارتدوا البزات العسكرية أظهر بأن 75% من الفرنسيين أيدوا عملا عسكريا ضد هتلر بسبب بولندا. كان الجنرالات يشددون دوما على الحاجة لأهداف مركزة. في هذا المجال كان ينقص الجيش الفرنسي الحافز، هدفه الوحيد كان المقاومة. اعتقد الجيش الفرنسي بأن درس الحرب العالمية الأولى كان بأن الدفاع هو الذي يسيطر في المعارك، وبأن الاستحكامات في الخنادق بإمكانها الدفاع ضد الكتائب. كان ذلك الدرس القاسي الذي تعلمته فرنسا في الجبهة الغربية. بالنسبة للجنود الفرنسيين الذين دافعوا عن الحدود الغربية لبلادهم، كانت اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الأولى معركة فيردان، وهي حصون على الجبهة الغربية والتي تم الدفاع عنها حتى الموت، وحدثت مئات الآلاف من الإصابات على كلا الجانبين. رأى الفرنسيون الطريق للنصر عام 39 بجعل بلادهم بأكملها فيردان حصونا جديدة ضد الألمان الذين سيبادرون بالهجوم. هجمات تتحطم على الجدران المحصنة بحيث تتعرض القوة الألمانية للدمار. هذه التكتيكات أدت إلى إنشاء خط ماجنال، مجموعة رائعة من الدفاعات. في ربيع عام 40 أرسل الجيش البريطاني أيضا الجنود إلى هذه الحصون. كانت التحصينات التي حفرها الجنود البريطانيون وحصنوها بسرعة محاولات لمد خط ماجنال تجاه البحر. العامل الاقتصادي جعل الخط ينتهي عند الحدود البلجيكية. كانت بريطانيا وفرنسا مراكز الامبراطوريات عالمية، وغالبا ما كان الجنود الذين جندوا للحرب من تلك الامبراطوريات. كان الجنود الهنود يشاهدون في حقول فرنسا كجزء من الجيش البريطاني، وجندت فرنسا العديد من جنودها في افريقيا. بعض القوات التي كانت تحشد ضد ألمانيا كانت بولنديين قطعوا رحلة طويلة، حيث هربوا عبر هنغاريا وبلغاريا وتركيا والشرق الأوسط ليلتحقوا مرة أخرى بالحلفاء الفرنسيين والبريطانيين. إحدى المهمات المحددة خلال الحرب الزائفة كانت الغارات التي شنها سلاح الجو البريطاني والفرنسي ضد ألمانيا. كانت غارات منشورات. في الأشهر الأولى من الحرب اعتقدت بريطانيا خاصة بأنه ما زال يمكن إقناع بريطانيا بالاستماع إلى لغة المنطق والتفاوض على السلام. ولأشهر ألقى السلاح الجوي البريطاني المنشورات فوق ألمانيا الغربية، يثير فيها قضية منطقية وعقلانية ضد الأطماع النازية في أوروبا. ويبدو بأن ذلك لم يؤثر على الرأي العام العالمي في الرايخ الثالث. الفائدة الوحيدة للغارات كانت تدريب الطيارات على الطيران فوق ألمانيا ليلا. لم يسعى سلاح الجو الألماني أو البريطاني أو الفرنسي للدخول في معارك خلال الحرب الزائفة. كانت الهجمات تنفذ على الملاحة بالإضافة إلى عمليات الاستطلاع التصويرية. إذا بدت الأحداث في البحار البعيدة والسلام في ساحات القتال الأوروبية بعيدا وغير متصل بتجارب السكان اليومية خلال الحرب الزائفة،
فقد بدت الأحداث البعيدة في آسيا كذلك أيضا. ربما فكر القليل من الأوروبيين بالحرب الشرسة التي كانت تجري في الصين من قبل جيش الإمبراطورية اليابانية. لم يتخيل إلا أناس قليلون بأن الحرب في آسيا مرتبطة بالقتال في أوروبا. كانت اليابان تقاتل لتحتل وتسيطر على المصادر الطبيعية لدولة الصين الشاسعة، لكنها كانت ضعيفة وفي حالة فوضى. كانت اليابان تسعى لاحتلال مكان القوى الأوروبية بكونها السيدة الاستعمارية في آسيا. عملت المستعمرات الأوروبية مثل هونغ كونغ على تقوية دفاعاتها خوفا من انتشار الحرب عبر الصين. تلك الحرب نفسها كانت شبكة معقدة من الحروب، شبكة من الصراعات داخل الصراعات. كانت الصين تحارب اليابان، ولكن تلك الحرب كانت حرب دولتين ضد اليابان. القوميون الحكومة الرسمية للصين، والشيوعيون الحكومة البديلة. وضمن هذه الحرب واصل القوميون والشيوعيون حربهم الأهلية. قادت اليابان استراتيجية مد الحرب إلى العدو بأكمله ضد المدنيين والجنود. سلسلة من الحملات الوحشية من الجو والأرض عملت على ذبح المدنيين الأبرياء، وذلك لدب الرعب في نفوس السكان الصينيين. في 7 مارس عام 40 أكملت الباخرة الملكة إليزابيث أكبر باخرة ركاب في العالم رحلتها الأولى ورست قبالة شاطئ نيويورك. كانت الباخرة عبرت المحيط الأطلسي بسرعة قصوى وسرية بلا مرافقة، حيث اعتمدت على سرعتها العالية لتتمكن من الهرب من أي هجمات محتملة من قبل الغواصات الألمانية. أرسلت إلى نيويورك لإكمال تجهيزها والهرب من هجمات الغارات الجوية. حجم الباخرة الهائل وسرعتها العالية جعلها سلاحا حربيا فعالا كسفينة حربية أخرى، حيث كانت تنقل مصادر الحرب بكميات هائلة. وخلال السنوات التي تلت ذلك قامت هي وشقيقتها الملكة ماري برحلات عديدة عبر المحيط على سرعات عالية، كانتا دوما وحيدتين ودوما في رحلات سرية. في أبريل عام 40 اختفت الحرب الزائفة وتحولت إلى حرب حقيقية. شنت ألمانيا هجوما على الدولة الإسكندنافية المحايدة النرويج. رأى هتلر النرويج كجناح شمالي ضعيف. كان ميناء نارفيك في أقصى شمال النرويج المنفذ لدخول الحديد الخام السويدي الضروري للمجهود الحربي الألماني. خلال الحرب الروسية الفنلندية خططت فرنسا وبريطانيا للاستيلاء على الميناء وحرمان ألمانيا من الملاحة فيه بحجة مساعدتهم الفنلنديين في حربهم ضد روسيا، وتم التخلي عن هذه الخطة بعد انهيار الفنلنديين أمام السوفييت. كان هناك اعتقاد في جهود الحرب الألمانية بأنها لم تعتمد على التجارة العالمية. المصادر الطبيعية التي لم تمتلكها ألمانيا كالمطاط والزيت وجدت بدائل مماثلة لها بالتقنية المتطورة، حيث كان بالإمكان استخراجهما من الفحم. أحدى المواد القليلة التي احتاجتها بريطانيا لصناعة الأسلحة كانت المواد الخامة لصناعة أفضل نوعية من الفولاذ. كان يجب الحصول على هذه المواد من الدول الإسكندنافية، من السويد المحايدة، ولكن عبر النرويج المحايدة أيضا. حرب المصادر البريطانية اعتمدت على التجارة الحرة في المحيط الأطلسي. كانت الملاحة تتعرض لهجوم مكثف، وأصبحت معارك الأطلسي بين سلاحي البحرية صراعا حاسما في الحرب. بالنسبة لسلاح البحرية الألماني كانت مشكلة تنفيذ الحرب البحرية هي الحصول على منفذ إلى البحار المفتوحة. كان الشاطئ الألماني قصيرا ويمكن للبريطانيين السيطرة عليه،
سبق لسلاح البحرية الألماني أن انتشر في البحار قبل اندلاع الحرب، والآن مع توسع الصراع فإن المصدر الرئيسي لسلاح البحرية الألماني يكمن في الحصول على المزيد من السواحل والتي يمكن إطلاق هجمات الغواصات والسفن منها. قدم شاطئ النرويج بمخارجه العميقة سلسلة خلجان وقواعد للألمان، بحيث مكنهم من تهديد الملاحة التجارية وتفادي الهجمات المعاكسة لسلاح البحرية البريطاني. كانت النرويج والسويد تسيران على حبل الحياد، وفي حرب اعتمدت على المواد التي يتم الحصول عليها بالتبادل التجاري الدولي، فإنه يصعب البقاء في حياد واحترام الحياد. وإذا كانت ألمانيا خرقت حيادية النرويج فقد فعلت ذلك بريطانيا وفرنسا أيضا. وبينما شنت الهجمات على النرويج تحول النازيون ضد الدنمارك. بقيت الدنمارك محايدة في جميع الشؤون الأوروبية منذ عام 1815، وقبلتها القوى كافة بكونها الساحة الخلفية لألمانيا. كانت الدنمارك مسالمة سياسيا وكانت ضعيفة عسكريا. عام 40 كان جيشها 14,000 جندي، وسلاح البحرية 5 سفن فقط، وسلاح الجو 50 طائرة. بدأ غزو الدنمارك في 4:15 من صباح يوم 9 من أبريل. استسلمت الحكومة الدنماركية خلال 1:45 دقيقة فقط. لقد هوجمت الدنمارك لأنها كانت عائقا بريا في الطريق إلى الهجوم على النرويج. جميع الدول التي وقعت تحت الاحتلال في الحرب كان عليها اختيار كيفية التعامل مع المحتل. اختارت الدنمارك طريق عدم المقاومة، ونتيجة للاستسلام احتفظت الحكومة بتولي إدارة شؤون الدنمارك الداخلية. الثمن كان ما أسماه البعض بالتعاون، لكنها كانت سياسة حظيت بالدعم بالانتخابات. بالنسبة للشعب الدنماركي كانت تلك وصفة للبقاء. كانت النرويج تأمل في البقاء محايدة، مع أنها بالمقارنة مع الدنمارك كانت تمتلك جيشا أقوى، وكانت هناك مقاومة أقوى ضد النازيين. كان هناك حزب نازي نرويجي، وعين الألمان زعيمه فيدكون جوزلينغ رئيسا للنرويج المحتلة. أصبح اسمه مرادفا للخيانة والتعاون، حيث حاول فرض نظام نازي على بلاده. ومع غزو الألمان شن جنودهم الهجوم، وتزودت الطائرات والسفن بالوقود والأسلحة. كانوا يشاركون في عملية خطط لها بعناية للاستيلاء على المصادر لمواصلة الحرب. التاريخ يخفي عنا حالة ارتباك الطرفين عام 40. إذا كان هناك درس في التاريخ العسكري فإنه في الطريقة التي لا تسير فيها العمليات المخطط لها بعناية وفق الخطة. لقد حصل ارتباك كبير في القتال الذي جرى في النرويج. مع إبحار القوات الألمانية من الشاطئ واجهتها القوات البريطانية وتعرضت لعملية هجوم كبيرة. كانت هناك ضغوطات مكثفة في بريطانيا لإنهاء الحرب الزائفة للقيام بعمل شيء ما. قررت فرنسا وبريطانيا بدون علم ألمانيا وضع ألغام في المياه الساحلية النرويجية. الهدف إجبار الملاحة الألمانية على الخروج من المياه المحايدة النرويجية إلى البحر المفتوح ليصبحوا ضحية للمدمرات والغواصات البريطانية. انطلقت سفينتان لزرع الألغام وسط الضباب، وبسرعة قررت بريطانيا تغيير الخطة واحتلال النرويج. كانت خطة أعدت وأديرت بشكل سيء، ومن البداية للنهاية سارت العملية في جو من الاضطراب. بدأت العملية بشكل سيء، وانطلقت الوحدات من السفن، ثم صدرت إليها الأوامر للعودة للسفن تاركة خلفها المدفعية الثقيلة. عملية برمائية خطط لها الأدميرالات والجنرالات الذين حافظوا على استقلاليتهم من خلال السفر على سفن منفصلة. كان القتال يجري بين الجبال النرويجية شبه القطبية، لكن المشاة البريطانيين دخلوا في قتال ضد قوات ألمانية خاصة محمولة. أرسلت هذه القوات بدون وحدات مضادة للطائرات، بحيث تعرضت لهجمات الطائرات الألمانية المستمرة.
رغم بعض الهجمات القوية التي نفذتها البحرية البريطانية عندما دمرت المدمرات البريطانية قوة كبيرة من السفن الألمانية تماما، تعرضت القوات البريطانية المجهزة تجهيزا سيئا للهجمات الجوية، وبدأت بالتراجع أمام القوات الجبلية بقيادة بعض أفضل الجنرالات الألمان. بعد أسبوعين من القتال فقط أصبح الألمان يسيطرون كلية على جنوب النرويج، فيما شرع البريطانيون والألمان بعملية إخلاء يائسة بواسطة البحر. المبادرة لهذه العملية جاءت من تشرشل، وأظهرت عادة تشرشل في اقتراح مغامرات استراتيجية طائشة بأسوأ صورة لها. إنها عادة تسببت في سقوطه قبل ذلك. في الحرب العالمية الأولى كانت هناك مغامرة مشابهة في غاليبولي في تركيا، تسببت في مقتل آلاف الجنود البريطانيين، وحيث إن العديد من أولئك الجنود كانوا من استراليا ونيوزيلندا، فقد هدد ذلك الإمبراطورية البريطانية أكثر. الخوف من تكرار ما حدث في غاليبولي ساهم في فشل حملة النرويج. المزيج من المفاجأة القصوى التي تمكن الألمان من إعدادها والتنظيم السيء للقوات البريطانية والفرنسية كان يعني بأن هناك مصيرا سيئا آخر كان ينتظر تشرشل. وبدلا من ذلك فإن الأحداث في النرويج عملت على رفع شأن تشرشل في السلطة، كما أن الكارثة التي كادت أن تؤدي إلى سقوط هتلر رفعت من شأنه وأثبتت بأن هناك شيئا اسمه القدر. الخط الزمني للحرب هو نسيج معقد من الأحداث، من الأسباب والنتائج ممزوجة معا. وفي مكان آخر من أوروبا اتخذت الحرب منحا آخر. كانت هناك صورة ترسم على قماش ذي حجم أكبر، حيث بدأ الاحتلال الألماني لفرنسا والدول المنخفضة. لكنه في بريطانيا ظل تأثير حلقة الأسباب والنتائج الذي انتشر نتيجة حملة ألمانيا يلعب دورا. كانت الحكومة تحت قيادة نيفيل تشامبرلين. حظي تشامبرلين على مكانة غير محظوظة في التاريخ، كونه المهندس الرئيسي لسياسة الاسترضاء، وارتبط اسمه للأبد باتفاقية ميونخ، والتي نتج عنها احتلال تشيكوسلوفاكيا والنقض بالوعود وخيانة الثقة. لقد مثل تشامبرلين فقط آراء الجميع تقريبا في بريطانيا وحليفتها فرنسا. كانت غلطة تشامبرلين أنه صدق كلمات هتلر. لقد عزز من سقوطه في عيني التاريخ بسلسلة خطابات درامية أثبتت الأحداث خطأها وأفقدت هذا الرجل مصداقيته. لدى عودته من اجتماع مع هتلر في ميونخ، وقع ديكتاتور على اتفاقية مبهمة تنص على عدم الدخول في حرب ضد بريطانيا. لوح تشامبرلين بورقة واحدة فقط ووعد قائلا: سلام في زمننا. كان تشامبرلين رجل مبادئ، وقد دمره اندلاع الحرب، حيث رأى ذلك فشلا في حياته السياسية. طبيعة الحرب الزائفة كانت نتاجا لتمسك تشامبرلين بخيار السلام. حتى في تلك المرحلة المتأخرة وخلال قيادة تشامبرلين لبريطانيا لم تسقط قنبلة واحدة على أرض ألمانية. بعد 6 أشهر من الحرب الزائفة في 6 من أبريل، وفيما كان الألمان يتقدمون لاحتلال النرويج، ألقى تشامبرلين خطابا حيث قال عبارته المشهورة: لقد فاتت الحافلة هتلر، حيث تنبأ تشامبرلين بالنصر قائلا بأن هتلر أخفق في القيام بعمله، فيما كانت بريطانيا وفرنسا تستعدان للحرب. مرة أخرى سخرت الأحداث من كلمات تشامبرلين عندما أصبحت الحرب حقيقية. تمت الدعوة لإجراء نقاش في مجلس العموم البريطاني لبحث حملة النرويج. ظل المجلس منعقدا ليومين في جلسة متواصلة، ووقف عضو تلو الآخر لتوجيه النقد إلى تشامبرلين.
جاء أبطال الحرب القدامى إلى المجلس في بزاتهم العسكرية وأوسمتهم واتخذوا موقف الإدانة. قام ليو إيمري أقدم الأعضاء من حزب المحافظين الذي يتبع له تشامبرلين واقتبس كلمات من أوليفر كرومويل التي قالها في المجلس قبل 200 سنة مشيرا إلى تشامبرلين: لقد جلست مدة أطول من أي عمل جيد قمت به، غادر، أقول لك دعنا ننتهي منك، بحق الإله امضي. تبع ذلك عملية تصويت تخلى حزب تشامبرلين عنه، وانخفضت الأصوات المؤيدة للحكومة من 200 صوت إلى 81. النتيجة صعقة تشامبرلين، غادر المجلس والأصوات تتعالى: امضي امضي في أرجاء القاعة. لم يتخلى تشامبرلين في الحقيقة عن السلطة بسهولة. طلب من الأحزاب خاصة حزب المعارضة الانضمام إلى حكومة تحالف. قائد حزب العمال آتلي رفض قائلا بأن حزب العمال سيخدم فقط تحت قيادة رئيس وزراء آخر. عقد تشامبرلين اجتماعا مع الملك جورج السادس وتشرشل ومعظم الوزراء الكبار، اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا. كان هاليفاكس اختيار أولئك في الحكومة لكي يخلف تشامبرلين. طلب الملك من هاليفاكس تشكيل حكومة لكنه رفض. على غير طبعه حقق تشرشل طموحات حياته ببقائه صامتا. اختير تشرشل لأنه كان معارضا لسياسة الاسترضاء والتهدئة. كان الوحيد من بين السياسيين خارج المؤسسة المركزية للسياسة البريطانية الذي يمتلك ترسانة من النشاطات الاستراتيجية والسياسية وموهبة قوية في لعبة الحرب. وقد علق فيما بعد على توليه الحكومة قائلا: اعتقدت بأنني كنت أعرف الكثير حيال كل شيء، كنت متأكدا بأنني لن أفشل. بعد أن أصبح رئيس وزراء بريطانيا اعتبر تشرشل نفسه يقوم بإنجاز مصير شخصي. كان ارتقاء تشرشل إلى السلطة آخر فصول مسرحية الأحداث التي بدأت في الدول الإسكندنافية. أحد أعمال تشرشل الأولى لدى توليه الحكومة كانت في إظهار نشاطه اللامحدود. بعد أن استمع إلى نصيحة ضباط سلاح الجو منع إرسال المزيد من الوحدات إلى فرنسا، وتوصل إلى أنها ستقاتل في قضية خاسرة. كانت لهذه الطائرات مكانة في معركة أخرى، معركة بريطانيا القادمة. كان تشرشل قائدا طبيعيا مخططا استراتيجيا، لكنه في تلك الأيام الأوائل لم يستطع التأثير على الأحداث. كان التاريخ يحوم حول بريطانيا، حول قائدها وشعبها. التاريخ الذي كان يغمر الفرنسيين حلفاء البريطانيين تحت انهيار الحرب الجليدية. في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية، التاريخ الكامل. شعب أوروبا يحن لسنوات الحرب الزائفة، حيث إن جميع الآمال بالانتصار، جميع التوقعات كلها تلاشت خلال أسابيع، حيث إن نجاح الألمان في بولندا تكرر بشكل أكبر في حرب جديدة خاطفة للدروع. تم اجتياح خط ماجينل، ووقع الجيشان الفرنسي والبريطاني في مصيدة ألمانية سهلة، حوصروا وظهورهم إلى البحر. أجلي الجنود البريطانيون بقوارب صغيرة، وفي معجزة معركة دنكرك أنقذ الجيش ليحارب من جديد. اتجه الألمان جنوبا وقاموا بتدمير فرنسا. القوة المسيطرة القديمة في أوروبا تعرضت للهزيمة خلال أسابيع، وذاقت ذل الاستسلام من قبل ألمانيا المنتقمة. وتتهاوى فرنسا الضعيفة والمهزومة في جحيم الاحتلال وخزي التعاون مع العدو. تقف بريطانيا الآن في أحرج أوقاتها وحيدة ضعيفة، يفصلها 20 ميلا من الماء فقط عن العدو النازي.
يعاني شعب بريطانيا من الرعب والخوف الذي تحملته القوى الأوروبية الأخرى، الخوف من الاحتلال والغزو. كان الغزو والهجوم متوقعين، وتم اللجوء إلى وسائل دفاعية يائسة. هتلر يعرض السلام مرة أخرى. رد تشرشل كان التحدي الصرف، القتال على الشواطئ، القتال على الشوارع، عدم الاستسلام أبدا.